حقيقة أن جميع أبناء القبيلة ينتظرون هذا اللقاء على حر من الجمر. من أول ما تبادر إلى أذهانهم نية المنتديات في عمل لقاء مع فضيلتكم. فمكانتكم في القبيلة حقيقة العلمية والاجتماعية، وقبل ذلك مكانتكم في القضاء وما وصلتم له في القضاء، حقيقة أنها كل شخص يتمنى أن يرى من علمكم وينهل من خبراتكم. وفي هاللقاء المبسط مع فضيلتكم يعني أحضرنا بعض الأسئلة نرغب في طرحها على فضيلتكم ونتشرف بذلك. فنرغب بداية الأمر أن نأخذ يعني البطاقة الشخصية لفضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإني أشكر لكم هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة لجميع من استمع إليه ورعاه، وأن يكون عونا للإنسان على طاعة الله. أما ما يتعلق بالبطاقة، فإن اسمي نايف بن عوض بن نفال المخلفي الحربي، من مواليد 1364. عشت في بداية حياتي في البادية، استمريت في هذا حتى عام 71 و300 بعد 1000، عندما جاء الكسوف، يسمونه في نجد الكسوف الكبير. يعني أول مرة جاء حوالي صلاة الظهر مع الزوال، فكسفت الشمس وأظلمت وخرجت النجوم الظهر، شيء يعني. فخافوا الناس، قالوا تعرف من أول الناس الجهل وذا، خافوا قالوا هذه أكيد القيامة، انتهت الدنيا. فكنت في ذاك الوقت بدأت عاد المواشي اللي الناس معتمدين على الله ثم عليها بالهلاك، هلكت، جعلها الله سبب لنزول البادية في المدن والقرى. ونزلنا في القصيم في البداية بالذات، واستمرينا، وكنت صغير السن، يمكن ما بين 7 إلى 6 إلى 8 كنت كبيرا. فذهبت إلى مزارع وأخذت أرعى عنده غنمه في نفس المزرعة، ودفع لي 4 ريالات في الشهر. يعني 4 ريالات في وقت هذاك الحين تتكلم وتحسب. كان مبلغ مجزي في ذاك الوقت. مجزي في ذاك. فهذه 4 ريالات استمريت عليها، وإذا صار آخر الشهر سلمني 4، فذهبت بها إلى الوالد رحمه الله وأعطيته المبلغ. طبعا المبلغ فضة في وقته، ما وجد لا الورق ذا، ما بدأ يعني أو انتشر بالأحرى انتشار مباشر. يعني في عام كم هذا يا شيخ؟ عام 1371، لا عام 1372، يعني بعد كسوف الشمس الكبير بسنة نزلنا، واستمرينا على هذا نشتغل. فرغب الوالد رحمه الله، قال أرغب منك أنك تدخل المدرسة وتقرأ القرآن وتكتب بس. ما كان هكا الحين يتصورون أن الواحد بيروح يذهب مثلا يصير موظف ولا كذا ولا كذا، لا. قال فدخلت المدرسة، والحقيقة التدريس في وقته تدريس صعب، ما كل شخص لا يقرأ ولا يكتب، واللي عنده والده ووالدته كلهم عوام، ما عنده شيء، صعب في هذا. لكن مع هذا صبر الواحد وثابر، واستمرينا في هذا نقرأ. ومع أن كانت الدراسة
في وقتنا صباحية ومسائية، ندرس إلى قرب الظهر ونخرج ونتغدى ونعود، ثم نعود قبل صلاة العصر وناخذ حصة، وبعد العصر حصة، ونخرج لأهلنا. يعني هذا استمر الوضع يعني على فترتين الدراسة. استمرينا الحمد لله، ووفقت في المدرسة، يعني كنت من أوائل الطلاب، لأن عند الإنسان في صغره عنده ذكاء، ما هو يعني وقت الآن أو عنده مشغولات، ما عندنا شيء يشغلنا. احنا غابت الشمس نمنا، طلعت الشمس أو مثلا أذن الفجر قمنا، خلاص. هذا ما كان اللي يعني الآن منشغلين أجهزة وكتب وقراءات وشيء، ما عندنا شيء من هذا. طيب حفظكم الله، أنتم نشأتوا يعني أولا في البادية. أي نعم. إلى سنة الكسوف، وبعدها انتقلتوا إلى البدائع. إلى البدائع في القصيم. استمريت في البدائع فترة كم يا أبو محمد؟ استمريت في البدائع 11 سنة، لأني درست الابتدائي وانقطعت منها سنة نتيجة لمرض الوالد، وعدت لها مرة ثانية. ثم بعد ما أخذت الابتدائي ما فيه لا متوسط ولا مدارس بعد الابتدائي إلا بعنيزة، فذهبت العنيزة ودخلت المعهد العلمي، درست السنة. اختبرت أنا ومجموعة من زملائي فأخذت الأول عليهم في المعهد، فقبلت في المعهد ودرست السنة الأولى والثانية في المعهد. ثم انتقلنا إلى بريدة، وأكملت الدراسة الثانوية في بريدة عام 1386، ومنها انتقلت عاد للرياض لإكمال الدراسة في كلية الشريعة. وفي الرياض رغبت أني أتوظف الحقيقة، وسابقت على الوظائف، وحصل أني نجحت في مسابقة في ديوان المراقبة العامة. كانت يا أبو محمد الكلية الشريعة في الرياض هي مسمى جامعة الإمام الآن؟ أي نعم. ولا هي جامعة الإمام كلية الشريعة؟ في آخر مراحلها سميت الذي، ولا هي بداية عام 70 بداية الجامعة في المعهد العلمي، معهد الرياض العلمي، ثم بعده في 3 سنين أنشئت كلية الشريعة وكلية اللغة. هذه الآن على شارع الملك فيصل، بين شارع الملك فيصل والبطحة، مقابل مصلى العيد القديم. فتوظفت تقريبا سنة أو سنة ونص، ثم تركت العمل منتسبا ونجحت، لكني رجعت مرة ثانية للدراسة منتظم حتى تخرجت عام 1379 89 يعني شو اسمه. فلما تخرجت رغبت في المواصلة في الماجستير، قدمت للمعهد العالي للقضاء فقبلت فيه، وكان صدر قراري في وزارة المعارف في وقتها للتدريس، وامتنعت وواصلت دراستي حتى حصلت على الماجستير عام 1393. والحقيقة طلبت الإعفاء من القضاء أنهم يعفون، لأن المعهد يشترط عليك أول ما تدخل أنه لابد تخدم في القضاء، فامتنعوا، قالوا لا لازم تجيب لنا أخلى طرف مننا. فامتنعوا وزارة العدل في وقتها ومجلس القضاء، قالوا لا احنا بحاجة قضاة، ويكلفوني. فباشرت في الحقيقة في القضاء في الدوادمي بالذات، ثم صرت مدير مساعد رئيس محاكم الدوادمي، وأمضيت في الدوادمي حوالي 11 سنة. طيب يا أبو محمد، الله يعافيك، الحقيقة أن حياتك يعني من البادية إلى البدائع، بعدها إلى بريدة وإلى الرياض، يعني كفاح مستمر، وحقيقة أنها تنبئ عن شخص مثابر ومجتهد في حياته. العوامل اللي أثرت يا أبو محمد
مثلا سلوكك طريقة الدراسة أو هل كان في أحد له تأثير عليك مثلا يوجهك، أو أنه كانت رغبة شخصية من فضيلتكم للعلم والله يا شيخ، كان إذا دخلنا من الابتدائي واللي يقابلونا مدير المدرسة والمدرسين يحضون على مواصلة العلم، مع أنه هناك في وقتنا يعني فقر، ما فيه ما في حتى قدرة أنك يعني تبي، لكن المعاهد العلمية كان فيها مكافآت تزيد عن 200 ريال، استفدنا منها، نسكن منها ونصرف منها ماشية الأمور. أنه في ذاك الوقت الذبيحة وين ب20 ريال، مع أنه جاء الحقيقة في آخر الوقت حتى الأرزاق يعني قلت في السنوات الأخيرة اللي قبل 84، قلت الأرزاق في الأسواق، وصار عند الناس ذا. ونشتغل في الصيف، نشتغل مع الفلاحين، ننطر الذرة عن العصافير، ونشتغل معهم في البطيخ، ونشتغل معهم في الحصاد البرسيم، وفي الشتاء ندرس الدراسة ونستمر في هذا. واستمريت في العمل. لما جيت البريدة كنت في الصيف أشتغل في الطين، يعني عامل عادي، أشتغل أبني، ناخذ في اليوم 10 ريال. وين 10 ريال؟ لأن الناس كلهم من أول هذه حاجتهم، ما عندهم في الله. مناسب يا شيخ اللي أخذته من بعد الدوام، وصلت إلى مساعد رئيس المحاكم الدوادمين. وبعدها يا شيخ؟ وبعدها استمريت في الترقية حتى أني رقيت رئيس محاكم منطقة الجوف، وشاوروني على هذا ووافقت ورحت، وجلست في الجوف 13 سنة وبضعة أشهر. هذه المسيرة بداية من دخولي في القضاء حتى عام 20 تم ترقيتي إلى قاضي تمييز، اللي هي الآن قاضي استئناف. وسكنت في مكة على تمييز مكة، جلست 8 سنوات. يعني لما سكنت في مكة 8 سنوات استفدت فيها أكثر مما استفدت في 25 سنة السابقة، لأن الحقيقة لقيت ناس. وبعدين انفتح أمامي أمر موضوع العبادة والذهاب للحرم والمجيء يعني كل هذه إذا ثم طلبت نقل أصلا للرياض، وتمت الموافقة على نقلي للرياض، وجيت في محكمة الاستئناف في الرياض، وتمت ترقيتي رئيس محكمة استئناف، وهي أعلى درجة بالنسبة للقضاء ما عدا مرتبة رئيس المجلس والمحكمة العليا. هذه أعلى درجة في القضاء، تقف عندها رئيس محكمة استئناف، والحمد لله. إذن أبو محمد، توجهكم للقضاء يعني كنت أنت في بداية الأمر تمتنع عن التوجه، هل كان في أحد من العائلة أو من الأقارب كان له تأثير عليك في توجهك للقضاء أو في دفعك للتوجه للقضاء؟ والله فيه ناس يقول اللي يروح للقضاء واللي يروح، لكني أنا كنت حاولت أني علشان أكمل الدراسة، لكنه ما هنا مادة، يعني مادة تشجعك. وفي وقتنا ذاك الحين غالي، وين المواد غالية والأجار غالي والالتزامات غالية، ولكن اضطررنا نذهب للقضاء، والحمد لله. الحمد لله. وجدنا الحقيقة شيء شرح صدورنا، والتقينا بعلماء، وعرفنا ناس لا زالوا أصدقاء. كل هذا بس أنه ينبغي خصوصا بالنسبة للقاضي أنه يعف عن ما بأيدي الناس، لا يجعل لهم فضلا عليه، ولا يشاركهم في أراضيهم ولا في أموالهم ولا في شيء، ويسلك ويمشي، لأن هذا هو المطلوب على الواحد. بس والله بس ما
فالحمد لله يعني وجد مجموعة كبيرة من الأصدقاء في أي بلد جيت، اللي هو الدوادمي والجوف، ولا يزالون يواصلون إلى الآن يعني وكذلك في مكة، وكذا في الرياض. والتقيت بالعلماء، التقيت بالشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه في أثناء دراستي في كلية الشريعة، وقبلها التقيت بالشيخ محمد العثيمين رحمه الله في عنيزة عندما كنت طالبا في المعهد العلمي بعنيزة. وفي بريدة التقيت بالشيخ صالح الخريصي ومجموعة كبيرة من العلماء، والشيخ عبد الله العقيل والشيخ عبد العزيز العقيل والشيخ بكر أبو زيد، وناس يعني الحقيقة اي نعم، وش اسمه، وعبد اللطيف الشديد وعبد العزيز الربيعة رحمهم الله كلهم توفوا. فالإنسان الحياة مدرسة يا شيخ، يعرف الإنسان ولا هنا توفيق إلا بتوفيق الله عز وجل. والحمد لله مشيت في القضاء وانتهيت، ما جاني خطاب لوم ولا خطاب ولا تحقيق معي في هالمدة اللي قضيتها 36 سنة وزيادة في القضاء. الحمد لله. ايوه الحمد لله. طيب يا أبو محمد، هل في شخص في حياتك يعني كان له تأثير مباشر وتعتبره أنت قدوة لك في الحياة، سواء في المجال العملي أو في نشأتك كنت تعتبره قدوة يعني؟ أنا كان عندي وش اسمه، عندي الطموح منذ الصغر، من عمر صغر عندي طموح للعمل، وأرى أني كل ما شفت شخص ناجح في عمله سواء موظف سواء قاضي تمنيت أن أكون مثله. فهذا الطموح هو اللي زاد الإنسان فيه، ولا هي الحقيقة مشقة وتعب وما هي سهلة. هو المسألة مسألة أنك بتروح للقضاء وبس وسلام وبراد، لا، تبي تعاني أشياء ويأتيك أشياء، ويأتيك ما يكدر خاطرك ويأتيك ما يؤلمك، ومع هذا تجي القضايا وتعرض إلى نظرته إلى وين دوسيات وطرود، وش أنا ومن يبي يخلص هالقضية ذي؟ ولكن إذا اعتمدت على الله سبحانه وتعالى ثم رجعت إلى الله وسألته التسديد والتوفيق، سددت، تخرج بكرة وانت رايح للدوام تقول هالقضية فيها كذا وكذا كذا، وانت تنام في الليل وتصبح ما شاء الله وانت متصور ان هالقضية من جديد. هذا توفيق من الله. وش أكبر القضايا يا شيخ اللي مرت عليكم؟ أقوى القضايا وأكبر يعني أعقد القضايا اللي مرت عليكم؟ مر علينا إلى قبل من القضايا، ما هي بالله سيل ذا وش اسمه، مر علينا قضايا من أكبر ما مر علينا قضية في منطقة الهضب ذي جنوب حلبان بحدود 200 كيلو ذي، كلفنا فيها من المقام السامي انتداب لمدة 6 أشهر مع مجموعة من قضاة ولجان، وعندما باشرنا العمل يجونا الخصوم بدون عاد أن نسميهم ويقولون أنتم لا أنتم بأول لجنة ولا بآخر لجنة. قلت لا احنا بأول لجنة ولا آخر لجنة، لكن احنا اللجنة اللي إن شاء الله نبي ننهيكم لكم هالحين وين كم أكثر من 40 سنة وأنتم تطالبون. فوفق الله سبحانه وتعالى وحكمنا فيها وراحت للتمييز وصدقت أحكامها، ونفذنا منها في موقعنا مجموعة من الآبار، في آبار تنازعها بعض القبائل فهدمت، وجعلنا بين القبيلتين مساحة أظن في تصوري أنها 20 كيلو، كل قبيلة عن الثانية تبعد 20 كيلو، وتصير المنطقة 20 ذي منطقة
تبقى مراعي عامة لمصلحة المسلمين عامة. ومن العجائب أنها استفادت منها الحياة الفطرية ذي وحوطتها الآن وصارت تبعها وريحت ذولا هنا وذولا هنا كل منازع على الآبار كانت القضية. منازع على آبار وأملاك يعني في طيب أبو محمد، بعد التحاقك بالسلك القضائي هل تذكر أول قضية عرضت عليك؟ أي نعم، نظرتها. أول قضية عرضت علي قضية جنائية يدور مسلسلها في مضاربة ومعها. طبعا أنا لم ألازم لأن ما كنا نلازم في المعهد العالي للقضاء ولم نباشر القضاء. طبعا تخرج من المعهد العالي وروحوا كل القضاء يبون كنت باشر رأسه. قلت ذاك الحين رئيس المحكمة في وقته الشيخ عبد اللطيف الشديد الله يرحمه: يا شيخ أنا توي جاي ذا الحين ما أدري المدعي من المدعى عليه. قال بس ولو لازم تباشر أنت، باشر وبيجيك العمل، وبرسل لك الشيخ عبد الله الهويمل ملازم قضائي يصير كاتب عندك وإن شاء الله تسهل الأمور. قلت طيب أنا برجع للرياضة بروح أجيب عيالي، استأجرت بيت. قال أنت انظر هذا الحين وارفع الجلسة ولين تجي، خلاص 10 أيام. فعلا نظرت القضية ورفعت الجلسة وذهبت للرياض وجئت بأهلي بالعائلة كاملة وبدأت عاد نظرها وحكمت فيها بسجن وجلد. والله ما أذكر يعني في الله إلا أن السجن أقل من 6 أشهر. هذه كانت أول قضية. أول قضية. أي نعم. أمور القضاء. نعم. طيب في بدايتك العملية يا شيخ في مجال القضاء أكيد إن في صعوبات تواجه الشخص في بداياته يعني العملية. ما وش الصعوبات هذه، أو تقدر مثلا تفند لنا الصعوبات اللي واجهتك وكيف أنت استطعت تجاوزها؟ أنا صادفني حقيقة أنهم عينوني في محكمة، عينوني في المحكمة المستعجلة وحدي، لا عندي موظفين ولا عندي أثاث ولا عندي إلا غرفة واحدة والغرفة طين. هذه في أي محكمة؟ في محكمة الدوادمي. في محكمة الدوادمي. أي نعم. محكمة مستعجلة في الدوادمي. أي نعم. فرجعت للوزارة وقلت الوضع كذا كذا. أنا أعطوني مكتب، أعطوني موظفين، عينوا لي موظفين، أرسلوا لي موظفين متعاقدين معهم وأرسلوا لي أثاث للمكتب. مكتبي عبارة عن غرفة واحدة سماه. فهذه هي المشكلة. فكنت أحرر الحكم وأكتب بيدي وأخرج الصك وأروح للتمييز بيدي، ما عندي كاتب يعني أعتمد عليه. وكان من ضمن اللي توظفوا عندي أو عمل عندي في القضاء فهد الحمادي، الآن نائب رئيس الغرفة التجارية في الرياض لشؤون الفروع، يمكن عندها الآن أكثر من 13 مصنع، وترك الوظيفة ذاك الحين. قلت يا رجال خليك في الوظيفة. قال لا، وين وظيفة، أنا أروح أدور التجارة وراح ودخل المناقصات هاك الحين ما شاء الله وتوفق. فهد الحمادي. اي نعم، فهد الحمادي نائب رئيس الغرفة التجارية في الرياض لشؤون الفروع. هذا متخرج على يدي، تدرب وجيد الولد، جيد الولد وعنده توجه الحقيقة وطيب حتى يعني من ناحية أخلاقه ودينه وكله نحسبه كذلك والله حسيبه. لكن إن ما جيت في منطقة لا أواجه يعني من هالمشاكل. وكذلك واجهت في الجوف، إنه لما باشرت في الجوف واجهت عدة مشاكل. أولا الموظفين، الثانية الخلاف اللي كان بين القضاة، المشاكل اللي بين تعطيل أعمال الناس، العمل، يعني كأني جاي وحدي ما معي أحد.
ولا هناك قضاة، ما وجدت إلا مساعد واحد. فبدأت فيها على شوي شوي، ثم رجعت للوزارة وقلت لهم أرسلوا لي موظف أبنقل جزء من الموظفين اللي عندي، لقيتهم مدراء كل مصلح مكتبهم مدير، عنده لها ثاث بحوالي 70,000. أنا المدير الفلاني، قلت لا ما عندنا مدراء هنا، ونروح ننقلهم لفرع الوزارة، واخذ من فرع الوزارة قلت لا تعطوني إلا اللي من المرتبة السادسة فما تحت، اللي مراتبهم كبار لا تجيبونهم عندي، أنا بناس يشتغلون. وفعلا نقلنا مجموعة وحصل فيها صجة ولجة وأذى، ولكن الحمد لله تجاوزت الصعوبة هذه الحمد لله. تجاوزت الصعوبة، ورجعوا للوكيل الوزارة قال إنك أنت الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، قال يا شيخ نفنت، قال اللي فلان وفلان يجون آذون احنا في رمضان. قلت والله يا شيخ أنا ما أقدر إني أقول لا تروحوا للوزارة. قلت روحوا للوزارة، هون وافقت الوزارة على إلغاء قرارها أنا ما عندي مانع. قال ترسل لي المهابيل حقين الجوف يقول بهاللهجة. قلت لا والله المهبل عندنا، والله لو أرسل المهبل عليك ما تبقى بمكتبك. قلت هذول عقلاهم بعد. قال أجل خلهم، بس عندي أسبوعين أنا أخليهم رايحين جايين. وفعلا الله قنعهم وقالوا بس خذوا في الله وش اسمه. عاد فيه طبعا العمل لابد فيه من التعابيش. كان في أشخاص يا أبو محمد في مجال العمل كان لهم يعني دور في دعمك وبروزك في العمل في مجال العمل؟ والله من حيث أشخاص معينين ما عندي أحد، لكني سلكت هالأمر واستخرت الله فيه قبل، لأني استخرت الله في أني ما أذهب للتدريس وأذهب للمعهد العالي للقضاء، وأكثر من مرة أستخير ربي حتى أنه اختار لي القضاء، والحمد لله. الحمد لله. أيوة. الحمد لله. ماشي. طيب يا أبو محمد، الآن في السنوات الأخيرة في من أبناء القبيلة من تعينوا في القضاء الإداري وفي مجال القضاء، كلمتك لهم بهالمناسبة وش تنصحهم، وش توصيهم، وش التوجيهات اللي توجههم فيها حفظك الله؟ والله أنا نصيحتي لعموم يعني القضاة، سواء في القضاء العام أو في القضاء الخاص اللي الإخوان اللي في ديوان المظالم، أو في اللجان الأخرى فض المنازعات التجارية، أو مثلا في مما يتعلق في اللجان اللي لها حكم القضاء الآن، اللجان القضائية الآن. نصيحتي لهم أولا تقوى الله عز وجل. الشيء الثاني ألا يكون لهم علاقة مع أصحاب القضايا مرة، لأنه المطلوب من القاضي أن يكون نزيه في نفسه، وإذا كان نزيه وترفع عن اللي عند الناس لا يجي عند هذا ولا. أنا جلست في الجوف 13 سنة ما حضرت عند واحد في بيته إلا كان جايين للتعزية ولا جايين مثلا لأمر خاص، مثلا في موضوعنا بصلحه. لأنك إذا دخلت مع الناس آذوك الناس. صحيح. حتى لو تروح مثلا لفلان من الناس ولا فلان من الناس، إيه راح القاضي اليوم كذا وزين القاضي كذا وصلح كذا، فالإنسان يعف عما بأيدي الناس يوفقها الله عز وجل. هذا شو اسمه اللي حصل يعني في بداية القضاء. ثم بعد ما بدأت واستمريت في القضاء، كل سنة تتجدد عندك الطاقة ويصير عندك علم ما كان علم في الأول. فالإنسان يعني لا بد من تطوير حاله، تطوير علمه ودراسته، ويستفيد ويستشير ويأخذ بالرأي، يأخذ برأي الآخرين. يعني ناصح إنسان إلا في الخصومة لا تقبل فيها شيء. اللي يجيك جيب المدعي والمدعى عليه واسمع الدعوة واسمع الإجابة،
وكم من طريقتي، يعني هي الطريقة اللي أنا سلكتها. إذا جاء الخصوم جلستهم أمامي: وش تدعي فيه يا فلان؟ قال: أنا أدعي فيه كذا وكذا وكذا وكذا، ورحنا لكذا، ورحنا للجنوب، ورحنا للشمال، ورحنا للشرق، وذهبنا كذا، وحصل بيني وبينه كذا كذا. طيب الخلاصة أنك تدعي بكذا. قال: نعم. قلت: أجب أنت يا فلان عليه. أجاب. أما يوم أنه يقول إني رحت معه كذا ما هو بصاد، ولا هذا كذا وكذا وكذا. طيب الخلاصة أنك تعترف بكذا. قال: نعم. قلت: طيب عاد الآن أنا أسعى فيكم بالصلح، إن صلحتوا في زين وعين، ما صلحتوا الحكم إن شاء الله. لأنك لما يجي مندفع الخصم وتقول له: لا بس لا تقول شيء، عطني وش اللي تبي، ما يرى أنك ما قبلت منه. أعطي حريته بالكلام حتى يخلص، لكنك لا تبدأ تدون إلا أنك تلخص. صحيح. تقول اللي أنا فهمت أنك تقول كذا وتقول كذا، وأن حصل كذا وحصل كذا، هذه دعواك. قال الله لك: طيب وأنت يا فلان أجب قبل أني أدون، ثم أخذها كذا. فكان من ضمن ملاحظات مفتش قضائي الشيخ محمد العسكري رئيس محاكم نجران عندما كنت في الدوادمي، يقول إني من الأشياء اللي يشكر للشيخ نايف أنه يختصر القضية اختصارا غير مخل وتنتهي بالصلح. يعني لهذا ما تجده يحكم في الحقوق إلا بنسبة 4%، دليل على أن هناك قدرة عنده في إقناع الخصم أو كذا كذا. طبعا الخصم إذا عرف أن القاضي ما له اتجاه وأن هدف إيصال الحق إلى أهله يقنع منك، لكن تجي تبي تطالبه قبل تقول: لا اسكت واجلس، أنت معروف بكذا أو أنت كذا، ما يقبل منك. أعطه أنه حكي، حتى جميع اللي عنده حكي. لو يقول أني رايح خارج المملكة أقول له ما يخالف، عطني اللي عندك بس. هذه في الله شيء. إذا أنت يعني أبو محمد مع توجه يعني الشفاهة في الخصومة، يعني فيها الآن في القضاء الإداري أو هو يقول: حرر دعواك وأعطني مذكرات ولا تتكلم. لا شو اسمه، أنا من الناس اللي شوف لا أقيد القضية بموعد إلا إذا ضبطتها أحدد لها الجلسات، مثلا 5 أيام يومين، وأغلبها تنتهي يعني في يومها، ما هي ثم بعدين لما تيجي عندك الخصومة خصوصا القضايا الجنائية تدخل فيها أشخاص كانه من قبيلة ولا من مثلا قبيلة مقابلة، ولا مثلا من ناس من أهل البلد لهم قيمتهم ولا كذا، دخل الأشخاص ذولا في القضية بحيث أنك تقول: روحوا وشوفوا فلان عندك كذا وعندك كذا لعلكم تصلحونهم، وغالبا تخلص القضايا، ما هي بتنتهي، ما هي ذا وش اسمه. لكن اللي جاءت بالشد وذا، طبعا لما كنت في الجوف صارت تجي يمنا قضية المخدرات، خصوصا التهريب وما التهريب ولا ذا. فجت عندي قضية مرة فيها الله أعلم يمكن مدري 170,000 حبة من المخدرات، ولا اللي ممسوك فيه هذا طبعا هو من غير السعودي، ما هو بسعودي، من بلد محاد المملكة من الشمال. فسألته قلت: يا أخي أنت تقول إنك من الأسرة الفلانية، والأسرة الفلانية معروفة أسرة كريمة لها قيمتها في مجتمعها وفي قبيلتها وفي كذا، فكيف إنك أقدمت على هذا؟ ما عليه إلا أن طاطع راسه وأخذ يبكي. قلت: ليش؟ قال: اللي حدنا على هذا الفقر يا شيخ، والله ما حدنا عليه إلا الفقر، ما ببلدنا شيء. قلت: على كل حنا نبي نراعي ظرفك، لكن على أن تكون هذه موعظة لك في المستقبل،
قال جزاك الله خير وحكم عليه والله ما أدري سجن وبعض الجلدات، وقال لي طبعا معي 3 قضاة، أنا ما معي لأنها قضايا مشتركة كبيرة ذي. قال لي خلاص إن شاء الله أنها تكون موعظة لي. فلا بد يا أخي تعرف ذا وش اسمه وتنزل الناس منازلهم. أحد ينفع تقول يجب أن القاضي يمثل نفسه أنه طبيب، أحد يقول أنت ما بكل العافية بس ترى عندك شوي وسواس وتطلع، واحد يقول لا أنت والله تبي علاج وتبي إبر وتبي تنويم وتبي هذا وتصبر عليه ويمشي، واحد لا ما ينفع به إلا تدق راسه. صحيح. صح، يعني ما هو كل ذا وش اسمه يعني النظر في ملابسة القضية وملابسة الأشخاص يعني نعم. أمر مهم القاضي. طيب أبو محمد، كيف ينظر فضيلتكم المشروع خادم الحرمين اللي في السنوات الأخيرة هذه لتطوير مرفق القضاء؟ ما هي نظرة فضيلتكم للمشروع؟ والله هو المشروع مشروع الحقيقة جيد، ووفق خادم الحرمين الملك عبد الله إلى توجيه وزارة العدل إلى هذا المرفق وتسهيل البناء لكنه حنا القضاء ما انحلت مشكلته كمشروع عام. ليش؟ لأنه تفقد المباني، ما في مباني صالحة. وأنا عندما باشر معالي الوزير الجديد ذهبت له في مكتبه وطلبت مقابلته شخصيا، وقلت له شوف أنا ترى خاص من القضاء وطالع، لكن أبى أعرض عليك الشيء اللي أنا عاصرته، وهي تعاني المحاكم من المباني. يعني ما فيه الآن مبنى صالح لا قديم ولا حديث، وأريدك أن تأخذ عبرة وفكرة من محكمة الرياض. محكمة الرياض كان مبناها من أول بجنب قصر الحكم، ثم هدم وبني لها مبنى من أكثر من 6 أدوار ولا صلح لها، ثم بني لها المبنى الأخير ذا اللي افتتحه ولي العهد في الملك عبد الله الحالي وفقه الله، ولا مضى عليه يمكن سنة إلا ممتلئة المكاتب كلها. طيب معناته ما خدمناها الحين محكمة الرياض وحدها، فكيف نبي نخدم بقية مناطق المملكة؟ لأنه يجب أني أخطط على مستوى 50 سنة لهالمحكمة، لا مباني ولا صالات ولا محلات للخصوم ولا ذا وش اسمه. وبقول لك كلمة يمكن انك تبي تأخذني عليها أو إنها ما تعجبك، لكن بقول لك هي الحقيقة. أولا عندكم في الوزارة الآن الإدارة الهندسية. قال نعم. قلت أول رأي لو كنت وزير أنا محلك أول ما ألغي الإدارة الهندسية عندي ذي، لأنها ما هي على مستوى الوزارة. يعني اللي تجي مثلا في الرياض، المحكمة اللي بالرياض يبني مثلها مثلا في ضرمة، هذا ما هو بصحيح. الرياض مدينة تبي لها على الأقل 80 قاضي، ضرمة إن ستروا القضاة فيها 2 3 خلاص ابلهم على قدهم. لكن كونك تطبق المخطط على وهذا اللي عشنا فيه، يطبق المخطط على أساس أنه قاضي قاضيين وبس. حنا في الدوادمي لما بنيت محكمة الدوادمي مكتوب كاتب العدل، محطين غرفة 3 في 5. كاتب العدل إدارة مستقلة ما لها ذا وش اسمه. والحقيقة انك اذا كان تبي القضاء مرفق القضاء قبل، اهم شيء انت يبي يصير عندك الان هو انك تلاحظ الان المباني.
المباني هي أنت المسؤول عنها الآن، فأوجد مخططات وخذ رأي القضاة فيها، وشوف وش اللي تبي المحاكم وش اللي يبون القضاة، وضعها بحيث أنك تختار لك 3 مكاتب هندسية سواء داخل البلاد إلا من داخل البلاد، 3 مكاتب هندسية قوية وتعطيك النتيجة. وإذا جاءت قالت هذه مثلا مخطط للرياض، هذا مخطط لمكة، هذا مخطط لجدة، هذا مخطط للطائف، هذا مخطط كذا، تعرضها على القضاة. فإذا عرضتها وعدلتوا عليها جيب 3 مكاتب هندسية عالمية يطبقونها على الواقع وادفع مبلغ تخرج في نتيجة. همنا الآن نروح وضعنا الآن نبني اليوم وناخذ لنا يوم 2 أو 3 ولا المبنى نطلب زيادة فيه، ما بصحيح. محكمة الرياض ما خدمناها الآن، 3 محاكم حنا عاصرناها في محكمة الرياض ما صلحت. وزارة العدل بنيت إلى 7 أدوار ولا استفدنا شيء. هل ينتفي هذا الحين؟ فكان من كلامه لي قال إني أنا عندي أريد أني أحول المباني لشركة تتولى تنفيذها مثل بن لادن وذا. قلت شوف، مع تقديري لبن لادن وقوته وقدرته إلا أنه ما هنا تطوير هندسي حتى عند بن لادن. بن لادن الحرم الآن كل ما جاء مشروع له مثل المشروع السابق. احنا نبيك كإنسان مطور، طور، خلي اللي انت تبي تصلح الآن يخالف المبنى الأول. التصميم التصميم والخروج. لأن احنا الحين عندك في الحرمين سواء في مكة أو في المدينة مشكلتنا مشكلة دخول الناس وخروجهم. هنجعل لهم طال عمرك بباب 1.20 متر باب، ونبي ذا وش اسمه، اجعل محلات ممرات كبيرة تخرج الناس وتدخلهم. أما بالشكل اللي احنا عارفينها الآن، لو نقض، قلت والله لو نقض مكة كلها لين نوصل الأبطح ما نستفيد شيء وحنا ما وجدنا مخرج للناس. فكان متفهم معالي الوزير لهذا، ولعله إن شاء الله الآن يصير فيه تطور. لأن المكاتب الهندسية ذي اللي في الوزارات ذي لعبة، ما هنا شيء، ما هنا تطوير. صحيح. أقول ما هنا تطوير. نعم. نؤمل كلنا حقيقة في مشروع خادم الحرمين حفظه الله، أنه يطور مرفق القضاء من حيث المباني ومن حيث الأعمال والتنظيم الإداري لها. طيب أبو محمد، في أوساط الناس يقولون أن أعداد القضاة قليلين أعداد القضاة. هل عندك تصور كم عدد القضاة في المملكة جميعا؟ عدد القضاة في المملكة الآن ما أستطيع ذا، لكنه يوم احنا في القضاء وهو ما بين 900 إلى 1000، يعني قريبا. جاء زيادة الآن، لكنه الآن احنا ما نعمل النسب اللي بحيث انها تتناسب. يعني جميع الآن القضاة الذين مثلا كانوا في المحاكم صفيت منهم المحاكم، الآن رفعوا الآن قضاة استئناف. نعم صحيح. فجاء قضاة صغار السن مع تقديرنا لهم ولعلمهم وقدرتهم، إلا أنهم يحتاجون إلى تمرين. أنا آخذ جولة على منطقة نجران وعسير في التفتيش، وكاتب من ضمن ما كتبت للمجلس أني أرى النظر في وضع المناطق النائية بجعل سكن لهم، تشجيع وترقيات لهم، بشرط أن إذا عين الشخص يجلس 5 سنين ما ينقل ولا يوافق له على طلب. الشيء الثاني، لا تعين القاضي المستجد وحده، عينه مع 3 قضاة مع محكمة فيها أكثر من عدد عشان يستفيد من وجود القضاة، يوجهون الزملاء، يأخذون معه، يعطون معه. هذا هو المطلوب، لأن الحياة تجربة،
والتجربة هذه تتبع للي عندك في شو اسمه، تعطيها معلومات عامة وتستفيد منها للآخرين. فالقضاة الآن إن شاء الله فيهم الخير والبركة، ويمكنهم الآن يمكن بحدود 2000 تقريبا، حدود 2000 أتوقع أنهم بحدود 2000، لأن خادم الحرمين وفقه الله اهتم بهذا المرفق وأعطاهم الحقيقة كمية كبيرة من القضاة الجدد، لكن ذولا يبونهم وقت حتى يستطيعوا العمل، لأن القاضي اللي ما مارس العمل واشتغل له. أنا قلت أنه سبق وأنا اقترحت على المجلس بأنه لابد أنه لا ينقل للمدن الرئيسية قاضي إلا تخدم في القضاء من أكثر من 20 سنة على أقل شيء. حنا الآن يعين ملازم اليوم يحطونه بجدة وبكرة يجيبونه للرياض، ولا ينقلونه من الرياض ويودونه جدة. ما هو صحيح، هذا ما يخدم القضاء، لأن القضاء تجربة يا شيخ، هذه تتبع قضايا ما هي بسهلة. هذا القضاء تم أنه، ولهذا تعطلت الأعمال بهذا الشكل. والمفروض أن القضاة الآن اللي مثلا مستحقين الترقية رقهم وتركهم في المحاكم، لا تشيلهم كلهم، لا تشيلهم كلهم، تشيلهم ذلك. نعم. وتأكيدا على كلامك أبو محمد، يعني في القضايا التعزيرية ينادي بعض الأشخاص بتقنين نظام يعني موحد للقضايا التعزيرية. تجد الآن ربما نفس القضية تعرض على قاضي في الرياض وقاضي آخر في منطقة ثانية، تجد هناك اختلاف في الأحكام الصادرة من القاضي اللي في الرياض وقاضي الجهة الأخرى، بالرغم من أن ملابسات القضية وأمورها تتشابه. فما هو رأيكم في تقنين القضاء أو تقنين المواد القانونية؟ أولا هذه كلمة أن القضية مشابهة لقضية أو سرقة مشابهة لسرقة، لا، هو القاضي ينظر من عدة جوانب. أولا كيف حصلت القضية، الشيء الثاني الطريقة اللي سلكها، هل المجرم ذا وش سلكها فيه، سلكها بسلاح، سلكها مثلا بتهديد، سلكها مثلا بتخويف، سلكها وش اسمه، كل هذه قضايا. هل هو مثلا له سوابق، هذه نقطة، ما له سوابق هذه تجعل له سابقة أولى. هل هذا وش اسمه، لأن التقنين ماذا تقول في التقنين؟ التقنين أصله ولو قننت ما راح يخدمك. ليش؟ لأن تبي تبقى المادة كل شوي تبي تعديل، كل شوي لها تعديل وكل شوي تعديل. إذا عدلناها، إذا عدل وقنن، أنت تتركها اجتهاد القاضي. لكن أنت الآن جاعلها مثلا بدل قاضي تجعلها 3 قضاة بينظرونها القضايا الكبيرة، وتصدق من 5 يكفي يعني، والاعتراف ما يؤخذ إلا من 3 قضاة. طيب كل هذه ما هو، لأنك إذا قننت هذا، من اللي يملك التعديل والتبديل؟ اللي يملكه الحاكم، هو اللي يملك التعديل والتبديل. وإذا دخل الحاكم في القضاء ما هو بصالح، يمكن يجي يوم واحد ما هو على مستوى أنه بيعدل ويبدل، يقول سووا كذا ولا زينوا كذا، ما هو صحيح. لأنك إذا دخلت القانونية فيه أفسدته. أما أنت تقنن مثلا في الأحوال الشخصية، تقنن في مثلا ما يتعلق في الأوقاف، تقنن في مثلا في الحالات الإدارية تقننها، لكن بالنسبة للقضاء لا، اتركه له للقاضي ونظره وجد. أحد يجي شخص ما عليه إلا ها القضية داخل فيها مع مجموعة، أو أنه مقرر فيه وداخل فيها، تقول ليش أن فلان صار عليه سجن 5 سنين وفلان ما سجن إلا 2 وفلان حصل عليه جلد كذا وكذا؟ هذا ما هو صحيح، لأنه نظر القاضي يختلف عن نظر واحد هناك يقول والله طمر علينا حرامي البارح وسوى وفعل وترك
وكذا، وبعضهم ينفعل. أنا ما بقول لك يعني أنه ما يحصل خطأ، لكن يحصل أخطاء فيها لا بد لها منها. وإذا كنت أنك تبي مثلا القضايا الجنائية، اختر من سبق في القضاء واللي له خبرة في القضاء ده، لأنه يستطيع معالجة هالموضوع وينهيه بسهولة ويسر. يا شيخ الآن فيها يعني في جريمة جديدة بتنتشر الآن، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، على تويتر وعلى فيسبوك وعلى كذا، والعالم الآن ما عندهم خلفية وش نظرة القضاء للفئة هذه اللي هي تتطاول على الذات الإلهية، نفس ما حصل في حمزة كشغري ونفس ما حصل في فوش تقول يا شيخ في القضايا والتطاول اللي مثل هذا؟ والله شوف يا شيخ، هو من سب الله أو سب الرسول فإنه ينبغي تعزيره تعزير قوي. التعزير درجات، يصل إلى حد القتل، يصل إلى حد القتل. فإذا كان أنه تركناه الآن، هم يتطاولون الآن، يسوون اللي هم يبون، لأنه ما يجيهم عقاب يا شيخ. إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. لابد يكون السيف موجود، ما في اللي وش اسمه حماني طال عمرك اني ابى اتركه، او هذا حولوه كذا، هذا للمطبوعات او حولوه لا ما هو صحيح. كل القضاء من اول خاضع وش اسمه خاضع للمحاكم الشرعيه، ما فيه. اذكر الشيخ محمد الله يرحمه في فتاواه كاتب له قاضي يقول ان عرضت علينا قضيه عماليه، فهل يمكن نظرها أو لا ننظرها أو كذا؟ ورد عليه قال هذا يدل على أنك جاهل في القضاء، ما عرض عليك من عمالية ولا غير عمالية انظرها وبس. صاحبة الولاية العامة. أي نعم، لأن المحاكم الشرعية هي اللي صاحبة الولاية. نعم. طيب يا شيخ أبو محمد الله يعافيك، ودنا نطلع بس عن موضوع الآن القضاء وعن موضوع أمور القضاء. أخذنا حقيقة منك يعني معلومات قيمة يا أبو محمد. ودنا نسألك عن ما يسمى في دول المنطقة الآن الربيع العربي. كيف ترى الحركات هذه، وما هو موقف الشرع منها؟ والله يا شيخ احنا الآن اللي وش اسمه سنة طايح اللي في بحر، هذه أمور مسيسة أصلا، تسييس يقصد فيها الهجوم على المسلمين. ومع الأسف إنهم ما يجون مبارزين يقولون حنا نبي نسوي ونفعل، لا يدرسون أبناءنا ويعيدونهم علينا. وهل إذا الحين اللي وش اسمه آذوا الناس الإسلام وسووا الإسلام وزي، ويبي يقتل الناس الإسلام هو يبي ياخذ سيفه يقعد يحصد بالناس. حتى ما الحين بالدبابات شوفوا ايش تسوون فيه، تحصدونهم حصد. الآن الإسلام دين لجميع البشر، دين ودنيا، ولكن يحتاج إلى ناس يطبقونه حقيقة. لو طبق حقيقة، وهذا اللي يخافون منه خصوصا في الغرب أو في الشرق، ما بزي واحد غير مسلم. لكن هم الآن يعملون هالجرائم هذه وترتكب والله باسمها المسلمين، هذا حزب إسلامي وذا حزب إخواني وذا حزب كذا. هذه الأحزاب هذه هي اللي وش اسمه لعبت دورها وأفسدت المجتمعات. ونحن الحقيقة موجه علينا النظر بأنه لابد من أن يكون هناك ثقافة عامة للمجتمع ككل، من ذكر ومن أنثى، على أنكم مهدوفين، وعلى أن القصد هو القضاء على الإسلام. والقضاء على الإسلام يأتي بأيدي أهله، لا يأتي من برا. اللي من برا متفرج، أنت نفذ يا فلان كذا
ويعمل كذا، المتبرية يلعبون عليهم، غسلوا أدمغتهم وصلحوا فيهم. كان في أفغانستان وش اسمه اللي تشتغل معهم الاستخبارات العالمية، لين إنها خربتهم. صار كل شيء عندهم حلال، أكل الأموال حلال، الزنا حلال، اختطاف الحريم حلال، اختطاف الذكور حلال، كل شيء. وش سويت؟ منين جبتوه من الإسلام؟ ما هو إسلام، إسلام بس حس. وإلى هذا قالوا والله اللي عملوها المسلمين، ما هو صحيح. هذا أنتم اللي عملتموه، لكن أنتم اللي جعلتم هاللي يدعي الإسلام مركة لكم تصلون على ظهره. هذا اللي الناس الآن عايشين فيه. وأخذ طال عمرك أعلامهم ووسائلهم وعلمانيونهم اللي الآن في العلمنة كلهم وش اسمه. وكل هذا الإسلام لا يحتاج. الإسلام مثل جسم الإنسان، إنسان كأنه إنسان يمرض اليوم ويمرض شوي ويقعد شوي ويطيب من بكرة ومن بعده. هم خايفين وهم عالمين أنه بيعود الإسلام كما كان. ما فتحوا الأندلس بسهولة، فتحوها ب6000 أو 7000 مرة. يعني الموقف الشرعي يا أبو محمد من المظاهرات ومن هذا اللي تحصل في العالم العربي؟ والله يا شيخ كل هذه من ناحية ما هي بجايبة للناس خير مرة، لا ما تجيب للناس إلا شر أبدا. أن تظاهروا ونقادوا. هو ينبغي أن يكون البلد يحافظ كل مسؤول يأتي للبلد يحافظ على بلده أمنيا. وكما قال الأئمة رحمهم الله أن وجود إمام فاسق خير من أن يجيك مال مطر 40 سنة أو كما قيل في هذا. لأن الإمام يحفظ عليهم الدماء، يحفظ عليهم الأعراض، يحفظ عليهم الأموال، يحفظ عليهم دينهم، وهو فاسق. لكن إذا كان الكفر بواح لا، ما حد بيقبل ابنه. اسمعوا وأطيعوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والدعاء لولاة الأمر مطلوب، ونصيحة ولاة الأمر مطلوب، وليست نصيحة ولاة الأمر بالفضائح اللي هم الآن يكتبونها بواسطة الأجهزة أو بواسطة البث أو بيسوون كذا أو بيعملون كذا. ما هذه ما هي بنصيحة. النصيحة بالسر بينك وبين ولي الأمر. أيوة، تستطيع أنك تناصح، تستطيع أنك تصادف شخص له قدرة بإيصال وجهة نظرك لولي الأمر، تستطيع أنك تكتب. لكن أنه عملية ذلك طيب هل وش اسمه يدعون مثلا للمظاهرات؟ وينهم؟ كلهم في الغرب ولا في الشرق، كلهم كل واحد متعبط له شياطين ضد المسلمين أبدا. والغرب عارف ان كذا. الغرب عارف ويعلم علم اليقين ان مصدر الإسلام هذه الجزيرة، ولن يأتيهم الشر إلا من الجزيرة في تصورهم. طبعا هذا تصورهم، لكن يجب يصير عندنا فهم لهذه الأمور. هذه تحاك ضدنا وجالسين ما فيه وش اسمه. هم أن نجلس الآن نتفرج حتى تصلنا مثلا ما وصل إلى غيرنا، ما هو صحيح. أنت تقرأ الآن الجرائم اللي ترتكب الآن بعد ما سقطت الأنظمة. اللي سقطت الآن وش؟ قتل وسلب ونهب وتخريب بيوت يعني ما فوضى. نعم فوضى يا شيخ، ما في. طيب أبو محمد، ودنا الآن عاد نعرج على المنتدى القبيلة وعلى الأيام هذه تصادف الذكرى الخامسة على انطلاق منتديات قبيلة مخلف. وطبعا تعلمون حفظكم الله عن المشاريع التي قام فيها المنتدى منذ انطلاقته وافتتاحه، بداية بالحفل الكبير اللي عمل في قاعة اليخت، مرورا بالأنشطة الثقافية والرياضية اللي قام فيها المنتدى. نبغى منكم كلمة بهالمناسبة يا أبو محمد. والله الكلمة أنا أوجه أن المنتدى
أنه يستمر، وأنه من عنده قدرة سواء مالية أو قدرة في مساعدة القائمين على المنتدى من ناحية الرعي أو مثلا في المال أو كذا، أيضا يدعم، لأنه ونحتاج إلى الاعتدال، يعني لا نرجح جانب على جانب، نقول والله فلان كذا وفلان كذا، ولا ندخل في خصوصيات الناس. حنا يكون هدفنا الوحيد لنجاح المنتدى أنه يكون باسم القبيلة، ويكون في نفس الوقت هدفه الإصلاح وبث المعرفة بينهم والتلاقي بينهم ودعوتهم في المناسبات وجعلهم يدا واحدة، يعطف بعضهم على بعض، كبيرهم يعطف على صغيرهم وصغيرهم يحترم كبيرهم. فهذا هو المطلوب يعني بالنسبة والحمد لله لا يزال الآن المنتدى في مراحله اللي ماضية يشكر له. وفي العام الماضي اتصل علي ناس من خارج القبيلة يشكرون في المنتدى، وأن كذا وأن كذا وأنكم حصلتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا. فطبعا المنتدى فيها الآن الحمد لله يعني على مستوى، لا من ناحية الثقافة ولا من ناحية العلم ولا من ناحية الكلمات اللي ألقيت ولا من ناحية القصائد التي ألقيت. يجب أن تكون حتى القصائد أو الكلمات التي تلقى في المنتدى تفحص، بحيث لا يكون فيها تأثير على أحد، لا تشهر بأحد ولا ترفع أحد فوق منزلته، لأن نعتبر كل شخص الآن يعمل في هذا المنتدى لمصلحة القبيلة قائم بحقه، ومن حقه عليهم احترامهم وتقديرهم لرأيه، وعليه أيضا أن يحترم القبيلة، لا يتعرض لأحد ولا يجي أحد وإذا جاء مثلا إنسان يريد أن مثلا يدخل معلومة ولا ده، يجب أن تدرس المعلومة هذه هل بيترتب عليها شيء. إذا ترتب عليها إساءة لأحد أو سب لأحد أو لمز لأحد، قال تعال لا عدلها كذا، ولا تسمي أحد بعينه، ولا تكتب بالأسماء المستعارة. اسم مستعار لا تكتب، اكتب اسمك مفتوح. خلك مثلا تقول هذه مثلا كلمة محمد بن فلان أو فلان بن فلان، خله جميع اللي عنده وجهة نظر على هالكلمة كلمة تمثل قائلها، لكن قبل يجب أن يفحصها المسؤول عن المنتدى، ثم إذا دخلت وصار عليها ملاحظات يلاحظون عليها اللي مدخلين الموضوع. وله الآن الحقيقة أن تعرف الآن المنتديات نحت منحى وجرت إلى القبلية وجرت إلى العصبية وجرت إلى الأذى، وأخرت الناس من حيث أنها الحقيقة حتى قضايا الناس اللي الناس يعرفونها وعارفينها قلبتها رأسا على عقب. ويعتدى الآن على حقوق الناس، القبيلة الفلانية كذا والقبيلة الفلانية كذا، ثم أنهم قعدوا يقلبون الحقائق. تقليب الحقائق ولو قلبتها ما حد مطيعك فيها أبدا. الحين إذا قرأت كل ما جاء قصة قال هذه للقبيلة الفلانية، وإن جت قصة قال للقبيلة الفلانية. طيب أنت منين جبت الحكي؟ هذه أصله ما تقبل قصة أو قضية إلا لها شاهد، بس بشرط أن يكون الشاهد هذا من الشعر أنه ما يتعرض القبائل الثانية. أنا أعرف اللي مثلا اللي له أثر على الناس أو على أي قبيلة أو على أي فرد أو على أي أسرة من نفس الأسرة القبيلة اللي لها هالمنتدى، أحذف الكلام هذا وارتاح، لأنه ما يصلح أنك تجرح الناس ولا هذا. إذا كان الواحد يبي أنه يسلك ولا يصير عليه مدخل
والحمد لله إن شاء الله فاهمين الناس ومتجاوبين. وينبغي الحقيقة الحث على الأخلاق الفاضلة والكريمة والترابط والتواد والتراحم، لأن هذه كلها من أخلاق الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حلف الفضول، قال: لو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت، لأنهم اتفقوا على أنه لا يظلم أحد بمكة، ويقول: لو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت إلى هذا الحلف. فجميع مكارم الأخلاق دعا إليها الإسلام وأثبتها ونماها، والأخلاق اللي غير كريمة نفاها الإسلام وأبطلها. قبل فترة قضية الجنوب وما حصل فيها، أقمنا في ذلك مسابقة شعرية كان عنوانها جنودنا على الحدود، وكانت دعم يعني للجنود اللي على الحدود مرابطين في الحدود الجنوبية، وعملنا لذلك مسابقة وكان في تكريم وجوائز على مستوى القبيلة. ويعني المنتدى إن شاء الله أن توجهه أيضا يعني ينفي العصبية القبلية المقيتة، كما قال رسول الله اللهم صل وسلم عليه: دعوها فإنها منتنة. فالعصبية القبلية المقيتة يعني منتديات قبيلة مخلف إن شاء الله أنها في منأى عنها بإذن الله. والله الحمد لله الآن الثقافة انتشرت والناس عندهم ثقافة، لكنها تختلف من شخص لآخر، وهذا انتشار العلم والحصول على الشهادات العليا. والحمد لله احنا نتوقع إن شاء الله أنه سنوات بسيطة ويخرج مجموعة من العلماء من هذه القبيلة، لأنها من القبائل التي حظيت وحرصت على نشر العلم ومحبتها للعلم. والحمد لله الخير واجد والقبيلة كبيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب ويصلح الأحوال وينصر لنا ديننا ويحفظ علينا ولاة أمرنا ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين في أي أرض في هذه الدنيا. ونحن كبشر الخطأ لابد يحصل منا، لازم الإنسان معرض للخطأ. نعم. يعني ما خطأ، ولكن إذا حصل مثلا الخطأ طبعا يتدارك من قبل القائمين على المنتدى ومن قبل المشرف العام. طيب يا أبو محمد، الكلمة اللي وعدتنا فيها في المجلس، ارتحلنا إلى المكتبة العامرة الحمد لله. نرغب منك في نهاية اللقاء أبو محمد بكلمة توجهها لأبناء القبيلة وللمستمعين للقاء بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني في نهاية هذا اللقاء أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الذين تفضلوا بزيارتي وإلقاء هذه المقابلة، ولي كلمة أوجهها إلى عموم من اطلع على منتدى قبيلة مخلف سواء من القبيلة أو من غيرها، بأن الهدف من هذا المنتدى هو الصالح العام لما فيه خدمة القبيلة تحت راية الإسلام وتوحيد الأمة وآرائها، والدعوة إلى التلاحم والترابط والوقوف صفا واحدا في وجه من يسعى لهذه البلاد أو أهلها أو لقادتها بشر، لأننا جميعا تقع على كل واحد منا المسؤولية. كما جاء في الحديث:
كل إنسان مسؤول مسؤولية مباشرة، فالله أن يؤتى الإسلام من قبله، فلنتق الله فيما نأتي ونذر، ونتق الله في أبنائنا وفي أمتنا وفي نصيحة ولاة أمرنا، وندعو لهم بالخير والتوفيق، وندعو لأبنائنا جميعا ولأبناء المسلمين عموما والمسلمين عموما بالنصر والتمكين المؤيد من رب العالمين، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر من الله عز وجل، ولكن لا بد له من أسباب، ومن أسبابها تكاتف الأمة خلف قادتها وولاة أمرها وعلمائها، وأن يكون الدعاء كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لادخرتها لولي الأمر، لأن ولي الأمر إذا صلح وصلحت بطانته أصلح الله فيه الأمة، ورد عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين. ونحن في هذه البلاد قد حسدنا على ما نتمتع فيه من الأمن والأمان ونعمة الإسلام النعمة التي أنعم الله عليها بأن أغنانا بعد أن كنا فقراء، وأفقر من حولنا من هذه الأمم، فيجب أن يكون لنا درسا فيما حصل من حولنا. فالعلم لا بد أن يكون له ثمرة، ونحن ولله الحمد قد من الله علينا بالعلم وبالإيمان وبالإسلام، ونحن أيضا نتقدم من قبلنا بأن كنا من أصحاب هذه اللغة العظيمة، وهي اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. وفي موطن انتشار الإسلام ونزول الوحي على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وهناك بشرى من البشائر التي أخبر بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه وأكرم هذه الأمة بأن جعلها يوم القيامة أول الأمم، وكانت آخرهم فكانت أول الأمم، وكانت حتى لغة أهل الجنة لغة القرآن، اللغة العربية، ما فيه لغة توجد، لا لغة لاتينية ولا غيرها ولا كذا. فهذا فضل من الله على الإسلام والمسلمين، ومنة من الله على الإسلام والمسلمين، حيث أرسل إلينا أكرم رسله وأعظمهم، وهو دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي دعا بها عندما ترك هاجر وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة لها مجدها وقدرتها وقوتها، وكل يسعى، وأعداؤها أكثر من أصدقائها، لأنه حسدنا على ما نحن فيه من استقرار وأمر وتوافق مع ولاة أمرنا واتباع لعلمائنا. حسدنا الصديق قبل العدو، فلنكن على حذر، ولنخشى الله عز وجل، وندعو الله سبحانه وتعالى في الغيب وفي الحضور على أن يمكن هذه البلاد من النصر والتمكين، ويكفيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.